صفات هتخلي مراتك تكرهك وتخسر ثقتها فيك. 3 حاجات اوعى تعملهم بجد. اول حاجة انك دايما تقلل منها قدام الناس، تحسسها كده ان هي ملهاش لازمة. بلاش تقللوا من مراتاتكم من عيالكم قدام الناس، خليهم دايما كبار في نظر الناس. خلي دايما ليهم قيمتهم من قيمتك انت، اوعى تقلل منها. خليها دايما تحس ان هي حاجة كبيرة قوي عندك، وان دايما لما تقعد مع اي حد لازم تشكر فيها. وبلاش تنكر اللي هي بتعمله معاك، اذا كان هي بقى في البيت او مع العيال او معاك. بلاش تنكر كده، ودايما قدر التعب بتاعها. انت متبقاش عارف هي قد ايه تعبانه في البيت، قد ايه تعبانه مع عيالك، قد ايه تعبانه علشان تغسل لكم هدومكم وتعمل لكم اكله حلوه وتخلي البيت دايما نظيف. راعوا بعض شويه، راعوا مراتاتكم شويه، وخليهم دايما فرحانين. ودايما دايما بجد اعملهم حاجات تفرحهم. دايما خليهم يغيروا جو البيت والروتين كل يوم. تاني حاجة، بلاش تطلع سر هي قالتهولك بره. مثلا هي حكت معاك حاجة او حاجة حصلت معاها وجت قالتها لك، ما تروحش تحكيها لأي حد، من اهلك، من اهلها، من صحابها، من صحابك، اي حد. سر بيتك ما يطلعش بره. الاهتمام، اهتم بيها، اهتم بكل حاجة هي بتحبها زي ما هي بتهتم بيك انت وعيالك. شوفها هي بتحب ايه وهاتهولها، شوفها نفسها في ايه واعملهولها. هي ليها الحق انها تتفسح وتنزل، فسحها، نزلها، وديها اماكن هي بتحبها، اكلها بره. دايما اهتم بيها، وخليها دايما كبيرة في نظرك. حتى لو جبتلها وردة هي هتفرح بيها. انت ممكن الوردة دي بالنسبة لك حاجة عادية، بس دايما قول لها شكرا، قول لها شكرا عشان انت مهتمة بينا انا والعيال. مش دايما تقول لها اصل ده واجب عليكي لازم تعمليه. بلاش الطريقة دي. قولها انا بحس انا بحب منك الاكلة دي، ما تقومي تعملها لنا. مثلا حبيبتي انا بحب منك مثلا العصير ده، ما تقومي تعمله لنا. حاسسها ان انت بتحب الحاجة دي منها، مش اجباري انها تعملها لك. فلو عجبكم الفيديو متنسوش الفولو.